السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة بسيطة جدا بس الطعم بتاعها هيبقى جامد. هنعمل وراك مخلية بس بصوص حلو قوي هيعجبكم كلكم وهتنبهري لما تعمليه. وهنعمل تحتيه شوية خضار. فأول حاجة هنبدأ بيها إن احنا هنعمل التتبيلة اللي هنتبل بيها الخضار والفراخ اللي هي الوراك. فأول حاجة هنبدأ بالتتبيلة. فأول حاجة هنحطها، عايز تحطي انتي بمعلقه حطي، انا بعرف اويم يعني الموضوع. اول حاجه خل، احط حوالي معلقه اكل كبيره. تمام. وهحط زيت لان انا خاليه الوراك فطبعا ما فيهاش دهون خالص، فهحط حوالي معلقتين زيت كده اهو. تمام. وبعدين هحط برده معلقتين دبس رمان كده. حطيتي برده حوالي معلقتين من دبس الرمان. وبعد كده هنبدأ نحط على الحاجات دي التوابل اللي هنحطها عليها. هقول لكم هي ايه. اول حاجة هنحطها، هنحط بالمعلقة اللي هي زي بتاعت الشاي كده، هنحط نص معلقة زعتر كده اهو. تمام. وبعدين هنحط توم باودر وبصل باودر برضو من كل حاجة حوالي نص معلقة اهوت. ده توم باودر، ده بصل، وده التوم اهو، وتوم باودر. وبعدين هحط نص معلقه فلفل اسود، نزود فلفل اسود شويه. وهحط نص معلقه شطه، وهحط حبه قرفه مش كتير اهو، اقل من نص معلقه. حبه بهارات برضو، قرنفل مطحون اقل من ربع المعلقه. انا حطيت معلقه كاتشب اهي، مش عايزه اكتر منها، انا عايزه معلقه كاتشب واحده بس عشان تديني لون، انا مش عايزه يبقى فيها طماطم. وده مكعب ماجي برضه هحطه عليهم كده كده. معلقه ملح هحطها كده برضه عليهم. وبعد كده هحط اخر حاجه وهي معلقه سكر برضه اهي، معلقه سكر واحده بس، بتدي لمعه حلوه قوي للفراخ. وبعدين كل الكلام ده تقلبه مع بعضه كده. عندك روزماري حطي، عندك اي توابل بتحبيها تانية. الفراخ ما بتقولش لا في التوابل يا جماعه، غير اللحمه، كتر التوابل في اللحمه بتضيع طعمها وبتغير طعمها، لكن الفراخ عادي بتقبل اي توابل اهو كده بالطريقه دي. بعد كده عندك الفراخ بقى. الفراخ طبعا انت غسلاها وخليها زي ما انا قلت لكم كده، هتحطيها في قلب الصوص اللي احنا عملناه دوت. وطبعا كلنا عارفين بنغسل الفراخ ازاي، كل واحده بالطريقه اللي هي متعوده عليها تغسل الفراخ بيها. وبعد كده هنحط الفراخ بتاعتنا اللي هي الوراك المخليه في قلب الصوص اللي عملناه. انا عايزاهم يتغلفوا بالصوص. بعد كده هو هشيلهم من هنا علشان خاطر دول هيبقوا على الوش، انا هحط تحتيهم الخضار اللي هحطه. فبقيه التتبيله اللي هتفضل هي اللي هقلب فيها الخضار. فانا عايزه يا دوبك بس كده كل حته في الفراخ
يجي لها من الصوص، عشان هو دوت اللي هينكهها ويخليها طعمها حلو اهو كده. دي برضو خلاص كده تتقلب الناحيه التانيه. هتعملي كل الفراخ بالطريقه دي كده اهو. هنقلب الفراخ كده اهو كده. كده احنا تبلنا كل الفراخ بتاعتنا اهي. هتحطيها كده على جنب، وبعد كده هوريكم بقى الخضار اللي احنا هنتبله هنا. الاول نحطه على بقيه الصوص دوت، وبعد كده نحطه في القاع بتاع الصينيه، ونحط فوق منه الفراخ. وهقول لكم هنحط ايه فوق الفراخ، وبعد كده طريقه التسويه هقول لكم عليها. هوريكم الفراخ وهوريكم الخضار الاول، وبعد كده ايه اقول لكم هنعمل. دلوقتي دوت الخضار اللي احنا هنستخدمه مع الفراخ. عندك فلفل الوان وفلفل اخضر وبصل وتوم، ماشي. 3-4 فصوص توم، وبصلتين صغيرين مش كبار، وفلفله وسط صفرا، وفلفله حمراء، وفلفله ايه، وفلفلتين كده ايه حراقين. عايز تحطي فلفل رومي براحتك، وممكن تغيري في الخضار ده، ممكن تحطي جزر، ممكن تحطي براحتك اللي عندك حطيه، ماشي. بس انا بحبها بالفلفل الالوان والبصل والثوم الصحيح. مش هدق الثوم، انا هقطعه قطعتين كده وخلاص. هوريكم عموما كده الثوم اهو اتقطعته هو كمان كده. الكلام ده كله هيتقلب في الصوص كده. حاولي تفصلي البصل شويه كده خلاص كده. بعد كده هتبدأي ده كده شكل الصينيه بعد ما ايه رصينا الخضار وحطينا الفراخ فوق الوش. بعد كده كل اللي هنعمله ده سمسم يا جماعه. سمسم بيدي طعم ولون وشكل للفراخ حلو قوي، وبيدي طعم وطبعا قيمه غذائيه اعلى. رشي على كل فرخه حبه كده، بيدي طعم حلو قوي وبيدي شكل حلو قوي قوي قوي. هنحط ايه؟ هنحط سمسم، وهنحط كمان حبة بركة. جربي بس انتي بالطريقة دي وبجد هتعجبك وهتعجب ولادك اهو كده. السمسم دوت ابيض، نسيت اقول لكم سمسم ابيض عشان بعد كده لو فتحتي الشوايه وخد لون ما يتحرقش، يديك اللون المحمص العادي، ماشي. ادي كده السمسم، وهوريكم بقى حبه البركه كمان لما نحطها عليه. حبه البركه هترشيها برده كده حبه برده على كل فرخه كده، حتى لو نزل تحت على الخضار عادي اهو. بس مش هحط تاني. حلو قوي قوي كده خلاص اهي. هكون مولعه الفرن ومسخناه. ده كده الشكل بتاعها، بصوا اهي. انا كده هحط عليها كوبايه ميه صغيره مش على الفراخ من فوق، هحطها هنا من على الجنب، وهولع الفرن عليها تستوي. اول لما الفراخ تستوي هولع الشوايه اديها لون من فوق. بعد ما ادي بصوا شويه ميه قد ايه دول، بس هحطهم من تحت كده. انا مش حطيت شويه الميه وهحطها بقى في الفرن. شايفين شكلها بعد ما طلعت من الفرن؟ ده الشكل بتاعها. عايزه تنشفيها ويبقاش فيها صوص كتير قوي كده، بس هو بيبقى حلو جدا لو عملتيها مع رز او مكرونه او اي حاجه، او حتى لو اتاكلت بعيش بتبقى حلوه قوي قوي. وطبعا انا عايزه اوريكم ان بصوا الفراخ طريه طريه وواخده لون حلو قوي، بسم الله ما شاء الله عليها. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، حلوه قوي. وبألف هنا وشفا اللي يعملها.